السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده هنجفف معاكم البامية والويكا وتبقى خضرة معاكم طول السنة، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتدوسوا لايك. نسمي كده بسم الله. وعندنا هنا انا جايبة 5 كيلو من البامية، طبعا بامية متوسطة على صغيرة. فانا شلت منها البامية الكبيرة شوية، يعني هي ممكن تنفع برضو ان هي تبقى بامية، بس انا خدت منها شوية اعملهم ويكا. فانا غسلتها الباميه دي كويس جدا جدا، غسلتها ونشفتها، حطها في مصفى، نزلت كل ميتها طبعا ونشفت خالص معايا. ابتدي بقى دلوقتي اقمعها. بنشيل كده القمع اللي فوق كده ونفتحها فتحه بسيطه خالص من فوق، عشان لما نيجي نطبخها كده بتبقى شاربه كده من الطماطم وطعمها حلو قوي. بس كده هنقمع كل الكميه دي كده، وطبعا بنشيلها من السنه للسنه، بتبقى بنفس اللون اخضر، ما بتسودش ولا اي حاجه، وبتبقى زي الفل. بالطريقه ديت بتبقى طبعا كلها خضره. بصي بنقمعها بالمنظر ده كده. هنقمع كل الكميه دي دلوقتي، وبعد كده بقى ايه هنعمل الويكا الصعيدي بقى اللي بتبقى طعمها حلو وجميل جدا. لازم تجيبوها الباميه الويكا متوسطه، مش كبيره قوي اللي هي فيها بذر كبير كده وتخين، لا، بيبقى طعمها احلى من الباميه اللي هي الصغيره دي. تبقى متوسطه كده، يعني انت لما تنقي باميه، انا بنقيها الباميه لما اكون عايزه اعمل ويكا، بنقي الويكا من الباميه ديت الكبيره دي. يعني بنقي الباميه الويكا الكبيره دي شويه، مش كبيره قوي، بنقيها من قلب الباميه ذات نفسها الصغيره. فتجيبوها صغيره كده، بتقطعوا طرنشات خفيفه، لازم يكون السكينه حاميه وتقطعوها طرنشات خفيفه جدا. بنقطع كده القمع من فوق ومن تحت كده حته صغيره، نقطعها بقى طرنشات خفيفه جدا. دي بتديكي طبعا شكل احلى، والطعم طبعا بيجي من ايه، من الباميه لما تجيبوها ايه متوسطه، ما تجيبوهاش كبيره قوي، تبقى البذر بتاعها كبير جدا وابيض كده قوي. لا، الباميه المتوسطه بيبقى طعمها احلى في الويكا. بصوا قطعناها طرنشات خفيفه جدا، بتبقى البذر بتاعها صغير كده وحلو قوي، وبيديكي طعم احلى من الباميه التانية الويكا الكبيره. كده عندي ميه ما بتغلي على النار، واديك قطعت كل الويكا الكميه اللي انا عايزاها، قطعتها كلها اهي. ودي قمعناها كلها، قمعنا كل الباميه. بس كده هنا عندي جايبه ليمونتين، بس دي ليمونه واحده، احط التانية دلوقتي. كده بنحصر الليمون، طبعا الليمون ماده حافظه للباميه، بيخليها خضره طول السنه. هنحط برضو القشر في الميه برضو. انا كنت احط ليمونه واحده بس الكميه كبيره، فانا هجيب ليمونه تانية دلوقتي واحصرها برضو، واحط القشر في الميه اللي بتغلي ديت، وابتدي بقى ايه اسقط الباميه على الميه اللي بتغلي بالليمون. بس كده هديهم غلوتين اتنين بس، مش كتير طبعا، انا ما بسويش باميه، انا بس يعني ايه، بحفظها ان هي تعيش معايا يعني طول السنه. فانا مش بطبخها، لا، انا يعني بعتبر ايه، بديها غلوتين اتنين بس وخلاص. على كده يا دوب غلوتين، وبحضر ميه جنبي، ميه من الحنفيه، ميه بتلج اللي متوفر عندكم. والافضل يكون ميه يعني فيها تلج، عشان ايه، توقف السوى بتاع الباميه. فانا دلوقتي ما عنديش تلج، هبتدي اشطف من الحنفيه. الليمونه التانية هي هحطها دلوقتي، وبرضه احط القشر معاهم واقلبها. دلوقتي انا ما عنديش تلج، جايب ميه من الحنفيه، وكل شويه ابرد فيها، ادلق الميه السخنه واحط ميه من الحنفيه تاني لغايه ما تبرد معايا تماما، عشان اوقف ايه المرحله بتاعت السوا بتاعتها، ما تبقاش ايه تستوي يعني في قلبيها كده مع نفسها كده، تلاقيها السخونيه بتاعتها تسويها اللي احنا عايزين نبردها تماما. بس كده هديها غلوتين، واحضر ميه كده من الحنفيه، وابتدي بقى ايه اصفيها. بس انا جبت ميه اهيت، وابتدي بقى ايه اصفي بقى ايه حبه حبه كده لغايه ما بردهم معايا. وبعد كده هنحطهم في مصفى تصفي خالص الميه بتاعتها طبعا. الفيديو ده كنت بعمله لما كنت بعمل العزومه بتاعت الفراخ المشويه،
كنت بحضر بقى في العزومه وكنت بجفف باميه ساعتها، فكان الفيديو طبعا هيبقى طويل عليكم كتير، فانا خليت ده الفيديو لوحده، والعزومه اللي هي بتاعه الفراخ المشويه والكفته لوحدها، حتى لو لاحظتوا بنفس الهدوم اللي انا كنت لابساها، عشان كلهم كنت عاملاهم فيديو واحد يعني. فانا لقيته هيبقى طويل عليكم قوي، فانا رحت ايه مخليه الباميه في فيديو واحد والتانية بقى ايه في فيديو كمان. كده انا حطيتهم خلاص كده في مصفى. طبعا قشر الليمون ده بشيله خالص، ما بحطوش في الباميه يعني وانا بجفف، يعني بحطها في الفريزر. بس كده هدلق الميه دي طبعا واحط ميه من الحنفيه تاني، وهكذا لغايه ما تبرد معايا تماما. بس هندلق الميه دي ونجيب ميه تانية. بس كده ونشيل بقى بقيه الايه الباميه الباقي. وخلاص كده هنعمل بقى الويكا دلوقتي. انا الويكا ان شاء الله كده بعملها بميه، ما بعملهاش باي شوربه، عشان ما اضمنش ساعتها لما اكون هجفف الويكا دي هجففها مثلا دلوقتي بشوربه لحمه وانا هطبخ فراخ. ما ينفعش طبعا ايه اعمل الباميه هي بلحمه واعملها بشوربه فراخ. فانا الافضل والاحسن بعملها بميه، بس ما احطش ميه كتير يعني، بحيث ان هي اسويها، مش بسويها برضو بجففها في ميه وما بصفيهاش، بحيث لما اجي اطبخها باي شوربه بعد كده بتبقى عادي جدا. بس كده خلصنا من دي، نصفيها كويس جدا كده ونشطفها اكتر من مره، ونحطها في مصفى لغايه ما تنزل ميتها كلها خالص، والقشر ده بنشيله طبعا. بس كده انا جبت كوبايتين ميه كبار كده، على حسب طبعا الكميه اللي بنعملها، مش بنحط ميه كتير. وبحط ربع معلقه صغيره كده من بيكنج باودر، ربع معلقه بيكنج صودا، معلش مش بيكنج باودر، بيكنج صودا او كربوناتو. بس كده ونحط لها ربع معلقه صغيره برضو من الملح. بص ربع صغيره كده على حرف المعلقه كده، يبقى حطينا ربع معلقه صغيره من الكربوناتو، وحطينا ربع معلقه صغيره من الملح، وبحطهم في الميه كده بتغلي الميه، وبعد كده بسط عليها الويكا. بتديكي خضار بقى طول ما انت هي في الفريزر، الخضار ده ما بيروحش طبعا. بصوا الخضار بتاعها بيبقى حلو جدا. وانا مش هصفيها ومش هدلق الميه اللي فيها دي، لا انا هجففها بنفس الميه دي، هي ميه مش كتير طبعا. بعد كده هزود شوربه بقى وهسويها. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل معاكم الويكا، يعني طبيخ الويكا. هنطلع الويكا من الفريزر، انا عامله طبعا كميه تانية غير دي. هنطلع بالفيديو الجاي ان شاء الله هعمل معاكم طبيخ الويكا. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.